اللي ولادنا مضيعين فلوسنا عليه في كل خروجه وفي أي مول، وطبعا الأسعار انتوا عارفين وصلت لكام. ربع كيلو بقى بمبلغ دلوقتي. هعمل معاكم كاندي الجيلي كولا بطعوم مختلفة، مطة وقوام خطير، والسر في مكون كده بينقله في حتة تانية خالص. من غير تكلفة تقدري تعملي كل الطعوم والأشكال وتبهري بيها ولادك. شجعوني بلايكات كتيرة قوي، وما تنسوش تقولولي تسلم ايديكي يا ميوش. أول طعم هعمله بالكريز والكولا، وده بيكون خطير. هفضيه في بولة كده وانزل عليه بمعلقة كبيرة ونص من الجيلاتين، يكون نوعه حلو كده ونقي وملوش ريحة ولا طعم. هضيف كمان معلقة ونص من السكر أو على حسب الرغبة، وهضيف نص كوباية من المية. هقلبهم كويس كده مع بعض لحد ما كل حبيبات الجيلي كده والسكر يدوبوا كويس جدا. بعد كده هرفعهم على النار، استمر بقى في التقليب كويس قوي. هسيب بقى الخليط ده يغلي كده ويدخل في مرحلة الغليان، وفي الاخر هضيف عليه مكون بقى هيفرق معاه جدا في القوام وفي المطة الحلوة وفي اللمعة، وهو عسل الجلوكوز. معلقة كبيرة كده بنضيفها وبنسيبها كده تدوب كويس، وبعد كده نطفي عليه. نحضر بقى قوالب السيليكون اللي هنشتغل فيها الجيلي كولا. عندي كده القالب ده معاه كده القطارة الصغيرة دي عشان نملى بيها القوالب كده بسهولة. دهنته مسحة كده من الزيت، بس بصراحة يعني الخطوة دي زيادة كده، زيادة تأكيد يعني. القالب سيليكون وبيخرج منه الحاجة من غير ما يحتاج ان احنا ندهنه زيت. يعني هاخد بقى من الجيلي كولا الخطير اللي عملناه ده، واملى بقى القوالب بالشكل البسيط خالص ده. القطارة دي بتسهل جدا خصوصا في الأحجام اللي بتكون صغيرة قوي دي. تقدروا كمان تستخدموا اي قطارة عادية عندكم. اتأكدوا كمان ان انتوا حاطين القالب كده على طبق عشان نقدر نشيله ونرفعه بعد كده ندخله التلاجة. اي قوالب متوفرة عندكم تقدروا تشتغلوا بيها. وهجرب اعمل كمان في القوالب الكيوت دي كده الاطفال هتفرح بيها جدا. معايا كيس جيلي اناناس، هزود عليه حبة سكر، معلقة 2 زي ما تحبوا براحتكم خالص، ومعلقة ونص من الجيلاتين، ونص كوباية من المية. ندوب برضو كل الكلام ده كويس جدا لحد ما كل الحبيبات كده تدوب كويس، ونحطهم في طاسة مع التقليب الكويس قوي لحد ما نتأكد ان كله داب والجيلي كده سخن. وننزل بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، نفضيه بقى في اي قوالب عندنا، ونكرر نفس الموضوع في كل الطعوم اللي نحبها. ده كده كان طعم الكولا، بيطلع بالظبط زي الجيلي كولا الجاهز، بجد تحفة. حطيت الجيلي والسكر ونص كوباية المية ورفعتهم على النار، دوبتهم كده كويس. ما كنتش هنا لسه في المرحلة دي ضفت الجيلاتين، دوبته هنا في ربع كوباية من المية، وشرب المية كده ونفش معايا. بعد كده ضفته على الجيلي وقلب كويس كده، وفي الآخر هزود معلقة عسل الجلوكوز. الطريقتين بيدوا نفس النتيجة. هاتوا بقى كل الطعوم اللي تحبوها واعملوها، هتديكوا كمية كبيرة جدا ونكهات خطيرة بدون أي تكلفة. على طول بقى نوزعها في القوالب. الجامي بيرز صغيرين دول كيوت جدا، بيطلع كده زي الجاز وأحلى كمان. عملت كمية كمان بالتفاح الأخضر، وممكن نحطه في قالب كبير زي ده كده، ومش لازم يكون سيليكون، ممكن يكون بايركس أو أي حاجة تانية عندكم. تدهنوها بالزيت كده، وبعد كده تطلعوه تقلبوه وتقطعوه بقى زي ما انتوا عايزين بالحجم اللي انتوا عايزينه. بندخل القالب الفريزر حوالي ربع ساعة كده، أو بندخله التلاجة العادية ونسيبه لحد ما يتماسك كده. لما نيجي نجرب نطلعه كده ويطلع معانا بكل سهولة وخلاص مسك نفسه، يبقى هو كده جاهز. بنسلكه من القالب كده وبيطلع معانا متماسك ومظبوط جدا. الجامي بيرز كمان بيطلعوا بكل سهولة. كل اللي بعمله كده بس برفع السيليكون من تحت لفوق كده، وبتخرج معايا على طول سليمة، مش مقطعة مش مفتفتة. تحفة جدا ومتماسكة، وده عشان مقدار الجيلاتين والمية مظبوطين. لو حصل وطلعت معاكوا يعني سايحة أو مقطعة أو فيها أي مشكلة كده، يبقى ممكن يكون الجيلاتين اللي عندكوا نوعه يكون خفيف، يعني ما عملش مفعول كويس، أو تكونوا زودتوا المية. جربوها بنفس الطريقة هتطلع معاكوا بالشكل التحفة ده. بجد قوامها خطير ومطاطي جدا وتحفة. شايفين بقى؟ بصوا بيقفوا في الطبق كده كيوت خالص، صغيرين كده وعسولين قوي. كل الألوان والطعوم أحلى من بعض، بجد يجننوا. نفس الكيس الصغير اللي بيكون فيه كام واحدة كده وبيكونوا ملونين. احنا عملنا كولا واناناس وتفاح، وكمان كريز مع كولا. تقدروا بقى تعملوا فراولة مانجا، اي حاجة تحبوها. اللي عملته في ستيكس كده برضو فكرة تحفة جدا للأطفال، هيحبوها جدا. قوامه مطاطي وطري وحلو جدا. واللي عملته في قالب السيليكون ده، رجعت بعد كده زودت عليه يعني ألوان تانية، أكتر من لون كده على بعض عشان يدينا كده شكل حلو، واحنا بنقطعه تلاقوا كده ايه، طبقات من الألوان.
بنقطعه بقى بالسكينة بالحجم اللي نحبه، سواء مكعبات، نسيبه بقى صوابع طويلة كده. ما توقفيش نفسك، اي حاجة اشتغلي بيها، قومي كده وفرحي الولاد. الجيلي كولا بجد طالع يجنن، احلى بكتير من الطريقة اللي بنجيب فيها كولا ونحطها على النار لا، جربوها بالجيلي، بيطلع طعمه اقوى ومركز كده ومظبوط قوي. يعني هاتوا الجيلي اللي بطعم الكولا ده وجربوه، هيعجبكم قوي. اللمعة بتاعتهم وقوامهم بجد ولا احلى من كده. تقدروا تعملوا الكمية اللي عايزينها، تحتفظوا بيها في التلاجة مدة طويلة، مش بيحصل له اي حاجة. كمان لما بيخرج من التلاجة مش بيسيح ابدا. وهقول لكم كمان على تركة حلوة جدا عشان ما يلزقش في بعضه كده. بتجيبي معلقة من السكر البودرة وتضيفي عليها نشا، تقلبيهم مع بعض كويس، وتغلفي بيها الجيلي كولا اللي عندك، وخصوصا الجامي بيرز الصغيرين دول. هيبقى معاكي مش لازق في بعضه كده وتحفة جدا، وأحلى كمان من الجاهز. تقدري كمان تغلفيه كده في أكياس صغيرة. في كمان بيكون أكياس أصغر من دي، تقفليها بقى كويس كده وتوزعيها. لو عجبكم الفيديو حابين أفكار جديدة، شجعوني بلايك وكومنت حلو برأيكم، واستنوني في وصفات جديدة إن شاء الله.